السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ودائما باحسن الاحوال يا رب. مرحبا بكم في القناه في يوم جديد وفيديو جديد. اليوم البنات غنشارك معكم هذه الطلبيه او كوموند ديال 3 ديال البلاطوات ديال المالح، مملحات بريستيج. شي حاجه زوينه البنات وراقيه وفي نفس الوقت سهله ودغيا كتوجد. غادي نشارك معكم جميع التفاصيل البنات اللي كيطلبوني على هذا النوع من الفيديوهات، خصوصا بنات ديال تيك توك عليهم طلب بزاف هاد المملحات، وغنشاركهم معكم بطريقتي، بطريقه اللي سهله وفي نفس الوقت في شي حاجه تتبان راقيه وزوينه وبنينه. بقاو مع الفيديو حتى الاخير ويلا نبدا. هنايا البنات باختصار غادي كما قلت لكم غنشارك معكم كل شيء باختصار باش ما يكونش الفيديو يجي طويل. هنايا غادي نشارك معكم ميني بسطيلات صغار بطريقتي كما شفتوا هنايا. الطياب ديال البسطيره راه اي وحده البنات كتعرف، اي مغربيه بطبيعه الحال راه كتعرف الطياب ديال البسطيله مراحل. ما غاديش نشاركها معكم حيت معروفه بزاف وما غيجي الفيديو طويل. المهم راه الطريقه ساهله، راه فايت لي شاركتها معكم في شي فيديو. هنايا طريقتي كندير كل حبه كنعبرها باش ضروري من العباره البنات بحال البسطيلات ديال البلاطوات اللي تيتسربوا في البلاطوات، ضروري من العبار باش يجيو كل حبه قد الاخرى وقياس واحد وتعطي واحد المنظر اللي زوين. هنايا القياس درت ديال اسمه ديال الدجاج، القياس ديالها 50 غرام، والعقده ديال اللوز 20 غرام. المهم 50 غرام في 20 غرام ديال اللوز. والورقه البنات هنايا خدمت بالورقه ديال الفيلو، قسمتها على 4 وتنخدم جوج ورقات. المهم الورقه البنات ركزوا معايا، الورقه الكبيره كنقسمها على 4. المهم كناخذ جوج هما باش وتندهن هنايا بالزيت كما كتشوفوا. الطريقه سهله. هنايا كناخذ واحد الزليفه اللي القياس ديالها كما كتشوفوا. الصراحه ما عبرتهاش، ولكن المهم راه خديت لكم القياس بيديه باش تشوفوا. هذا هو القياس المعقول اللي كيمشي في جميع لي بلاطو. هكا هي البريستيج والميني بسطيله كاع هذه هي الصغيره ديالها. كاين ما صغر منها، ولكن المهم هذا هو القياس اللي معتمد اللي كيديروه كاع الناس كيبغيوه. صافي كنبقى على الطريقه كما تشوفوا، راه ساهله الطريقه ديالها، كتعمروها مزيان. من الاحسن ديروا هكا البنات اللي كيخدموا لي كوموند، من الاحسن هذه الطريقه راه كتجي ساهله في الخدمه. كل حبه كتعبروها بوحدها وكتحطوها كما كتشوفوا في البلاطو هكا، وكتبقاو تخدموا هكايا، تبقاو تعمروا، كتجي ساهله الطريقه. هنايا اللي جاتكم الورقه فيها الفائض او زايده كتقطعوا شويه منها كتحيدوه. مهم على حسب الورقه، الا كانت نوعيه جيده دائما كتختاروا النوعيه الجيده. هنايا من بعد ما كملت البنات كنستفهم هنايا في البلاطو. بالنسبه للطياب غادي ندخلهم الفران ديال الضو، ما غاديش نديرهم في ديال الغاز حيت بحال هادشي الصغيور صراحه ما كاينلاش الا ما كانش كميه كبيره من الاحسن كنستعين بالفران ديال الضو. كندهن هاد الدهنه البنات ديال البيض ضروري يا البنات. هاد البيض البنات كيشد الورقه، كيحبسها ما كتطلعش ما كتنفخش. كما كتشوفوا الورقات الفيلو شويه صعيبه في الطياب، الا ما عرفتيش ليها كتعذبك في الخدمه وفي الطياب. بالنسبه للبلاطو هنايا الفران ديال العادي كتهز تقريبا شي 20 حبه وتتعطوها الوقت الكافي، تقريبا شي 45 دقيقه بعافيه مهيله متوسطه. المهم حتى طيب. الى قدرتوا تقلبوها. المهم هنايا من بعد ما طابوا كما تتشوفوا كيعطي واحد اللون زوين. هاد البيضه دهنات البيضه البنات تعطي واحد اللون زوين البسطيله. وكنديروا لها واحد الدهنه ديال العسل ضروري من بعد ما فاش كطيب، وكنردوها واحد الدقيقه للفران باش تشرب هذاك العسل. وكندير عليها هنايا اللوز ايفيلي كما كتشوفوا الزين ديالها. كيجيو صراحه بنانين زوينين البنات، جربوهم وما تندموش. كما شفتوا البنات هادو هما. المهم راه قلت لكم كاع اللي تتعلق بالبسطيله. هنا غادي ندوز الميني كرابس. هادو البنات حتى هما كيتمشاو كيبغيوهم الناس. عندي هنايا بصله معسله، الوريقات اللي خاصين بلي ساندويتش، الوراق
الخبز الخاص بالطاكوس. وهنايا عندي لي دي نيغلز او طريفه الدجاج، تقليوهم في الزيت او ديروا اي حاجه عمروهم بها، المهم خاصه بالدجاج. صوص الجيريان، وعندي هكايا شلاضه او الخس. كما كتشوفوا طريقه سهله. الورقه الخبيزات الصغار ديال الطاكوس كنقسمهم على جوج، ومن بعد كنقسم هذوك الجناب كنقطعهم باش تجيني هكايا صغيوره بزاف. كما كتشوفوا هذه هي الطريقه، راه الفيديو شارح نفسه. كنحاول هنايا البنات راه كنجرب الفيديو حيت طويل، شاركت معكم جميع المراحل ديال كاع المملحات، وكنحاول باش نجرب الفيديو. راه باين الا هكا بغيتوا تعاودوا الطريقه عاودوا هذا المقطع وردوه، راه غادي تفهموا كيفاش. كما كتشوفوا طريقه سهله ديال اللويان، كيجيو صراحه النظرن ديالهم زوين. هنايا غادي ندوز الميني باغيت او هادو الخبيزات الصغار، تما غادي ندير لهم شويه ديال الفرomاج او المايونيز، هنايا كيتشوب. المهم نتوما كديروا حسب الذوق ديالكم. هنايا الفرomاج شيدر، وغادي ندير لا داند فيمي. لا داند فيمي تيجي احسن من شي حاجه اخرى. صافي وكنسد عليهم هكا بالغطا ديالهم، وتندير هادوك لي طوماط سيريز حتى هما كنديرهم. هنا غادي ندير ميني هوت دوغ، حتى هما كيجيو زوينين. راه كلشي البنات تقريبا كلشي كيتباع، كلشي هكا كتبقاي غير نتي كتعمري وكتفني في الطريقه ديال التقديم. هادو ميني صوصيس راه كيكون الجزار ضروري حلال، المهم راه كاينين موجودين. كندير لاصوص دائما الجيريان هي اللي كتتواتر اكثر هي مع هاد المملحات. وصافي كندير هنا شويه الكيتشاب، شويه المايونيز الخاص بهوت دوغ. وهنايا كندير هاد اونيون شيبس حتى هي زوينه، كتجي في لي ساندويتش زوينه. هنايا غادي ندوز الميني برجر. كما كتشوفوا كيجيو ناجحين. راه فايت لي شاركت معكم العجين ديالهم، العجين السحري. عجينه وحده البنات كنخدم بها تقريبا 4 الاشكال او 3 ديال المملحات. كنعمر هكا بلاصوص او المايونيز، من الاحسن المايونيز بوحدو تيتواتى مع الكفته. هنايا كنعمر بالبصله معسله. صدقوني البنات هاد البصله دائما معتمده عندي، كنعمر بها المملحات كتجي رائعه، تجي بنينه. جربوها البنات وما تندموش. تنديرها، المهم كنستعملها بزاف كتجي بنينه. صافي كندير هنايا القطع ديال الكفته راه فايت لي حتى هي شاركتها معكم. تنطيبها في الفران كامل باش تجيني سهله في التقديم. وتندير بطبيعه الحال القطع ديال الجبن ديال الشيدر. القطعه واحده كنقسمها على 4 كتجي هي هذيك، وكنغطي بالخبز ديالهم، وكندير هذوك الطوماط سويز. هنا غادي ندوز الميني بيتزا. راني فايت هادو الصراحه البنات، راه بالنسبه لهاد المخبوزات راه كنخدرهم نهار قبل باش تجيني الخدمه خفيفه. ما يمكنش ديري نهار فيه ديري فيه كل شيء، راه ما يمكنش، ضروري تكونوا تحضيرات مسبقه باش تكملي باش تكون الخدمه مزيانه. هنا كنعمرهم بلاصوص، كندير شويه ديال الطون، من بعد الفرomاج وبصله، دائما بصله معسله حتى هي كتجي زوينه في بيتزا. صافي كنديرهم هكا، تندخلهم الفران غير 2 دقائق، غير يذوب داك الفرماج شويه عليهم. صافي ونخرجهم. طريقه سهله البنات. بالنسبه للبيتزا راه درت ليها نص طيبه، وعاد غادي نعمرها دابا. طولت عليكم البنات الهضره، ولكن تنبغي نوصل لكم جميع التفاصيل. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على الاثمنه وعلى الثمن، البنات الاثمنه والثمن راه تيختلف من دوله لدوله، من بلاد لبلاد، من اصحاب المغرب ماشي بحال مالين برا. المهم الاثمنه من غير محدده. المهم هذا هو اللي نقول لكم. كنتمنى عجبكم الفيديو، ما تنسونيش من اللايكات ديالكم. شكرا على المشاهده، والسلام عليكم.